ازيك؟ انا زياد سليم، الماركتنج انستراكتور في ذا جوت اكاديمي. تعال اما اوريك جزء من الكورسات بتاعتنا وشوف هتستفيد منها ازاي. الشادو بان وقلة التفاعل على الانستجرام. انا زياد سليم ودي الحلقة الثامنة من كورس الانستجرام. يلا بينا نبدأ. ناس كتير بتحس ان التفاعل فجأة مات عندهم على الانستجرام، سواء على البوستس او على الريلز او الفيديوز او الستوري. اي حاجة بينزلوها على الاكاونت ما بتجيبش تفاعل خالص والموضوع بيكون واقع بشكل كبير جدا. كل الناس بتبقى مستغربة من الموضوع ده، في الاغلب ده بيكون بسبب الشادو بان. طب هو يعني ايه الشادو بان؟ معنى الشادو بان هو ان الانستجرام بيعمل حجب للاكاونت بتاعك. يعني الاكونت بيبقى موجود بشكل طبيعي، قادر ان انت تنزل عليه بوستس وستوريز وريلز، ولكن ما بيتمش اقتراح المحتوى بتاعك لاي شخص، ولا بيظهر في اي مكان على الانستجرام، سواء النيوز فيد او صفحة الاكسبلور او اي مكان. يعني زي ما تقدر تقول كده الخوارزميات خدت الاكونت بتاعك ورميته في الزبالة. طب ايه هي اسباب الشادو بان؟ لازم تكون عارف ان الشادو بان ليه 5 اسباب. خلينا نقولهم مع بعض عشان نعرف ايه هي الاسباب دي ونتجنبها وما نقربش منها خالص، لان موضوع الشادو بان ده بيبقى مشكله كبيره للاكونت بتاعك على الانستجرام. رقم واحد، الفيك فولورز. انا اتكلمت عن موضوع الفيك فولورز ده في اكتر من فيديو واكتر من بوست، واتكلمت عن معاه على اكتر من كلاينت، وقلت للكلاينتس يا جماعه بلاش فيك فولورز، قلت للماركتيرز يا ابني بلاش تعمل فيك فولورز لاي مكان انت ماسك له شغل. ولكن تقدر تقول محدش بيسمع، والناس بتستسهل ان يكون في رقم كبير على الاكونت او على البيج عندهم. والموضوع ده هو واحد من اكبر الاسباب اللي بتعرضك للشادو بان. بتعرضك للشادو بان بسبب ان الخوارزميات بتاخد بالها ان في حاجه غير منطقيه في الاكونت بتاعك، في زياده غير منطقيه للاكونت. خلينا اديك مثال علشان تفهم اكتر. في قبل كده بنت اجنبيه نزلت في نهائي دوري الابطال بين ريال مدريد وليفربول، وكان الناس كلها بتدور عليها على السوشيال ميديا، والناس كلها عايزه توصل للاكونت بتاعها. ووقت ما وصلوا للاكونت بتاعها كان في فولورز كتير جدا بيعمل لها فولو على الانستجرام، وبالتالي الحساب بتاعها مش بس خد شادو بان، الحساب بتاعها اتقفل بشكل كامل. ايه المشكله او ايه اللي حصل؟ الخوارزميات بدات تلاحظ ان في تفاعل غير منطقي على الاكونت ده. وانت لو شخص بتعمل محتوى، او شخص حتى الفيديو بتاعه فايرال، مش هتوصل للارقام دي في ساعه ولا ساعتين، والموضوع كان بيبقى مش طبيعي. فالفيك فلورز بتعمل نفس المشكله، ان فجاه الخوارزميات بتلاقي الانستجرام بتاعك عمال يزيد 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 يزيد، فولورز فولورز فولورز. طب كل ده جه منين؟ فبتبتدي ان هي تعرضك لحاجه اسمها شادو بان، لانها بتكون شايفه ان انت بتعمل حاجه مخالفه للسياسات، سواء بقى بتستخدم موقع، بتستخدم منصه، بتستخدم اي حاجه تزود لك الفولورز. فدي مشكله كبيره. طب ايه هو السبب التاني؟ السبب التاني وهو السبامينج اكشن. ايه هو السبامينج اكشن؟ اتمنى تكون عجبتك المعلومه اللي انت شفتها. لو عاوز تعرف اكتر وتتعلم اكتر تقدر تشترك معانا وتبدا احتراف مجال الماركتينج.